معانا النهارده 2 من صناع المحتوى في الصعيد، 2 قدروا في فتره بسيطه جدا يحطوا نفسهم على خريطه النجوم. معانا الاستاذ عبد الرحمن الشهير ببركه، وهو فعلا بركه في كل حركاته، في كل سكناته، في كل كلماته، في كل تكوالاته، في كل الريلاكشن بتاعه، هو بركه. مش كده وبس، كمان انا بقول لكم معانا نجم تاني، نجم صاعد، انا بعتقد ان هو هيبقى قريبا جدا جدا في الافلام والمسلسلات المصريه اللي هي بتتناول قضايا الصعيد في الدراما. معانا علي بابا، مش بتاع المغاره، لا، علي بابا بتاع الصعيد، علي بابا الشهير طبعا باسمه بين الناس علي مصطفى، اللي بيقدم محتوى فعلا هادف. اهلا بيك يا علي. اهلا بحضرتك. قول لي يا علي في البدايه كده، انت قدرت تكون التيم وورك بتاعك والفريق ده ازاي وامتى، والفكره جات لك منين بسرعه كده؟ والله غالبا كانت الفكره، كنت زي اي حد من الناس المستهلكه للمحتوى، فجت في دماغي فكره ازاي او ليه ما اكونش صانع محتوى. فذهبت يعني ورحت مجموعه من اصدقائي، عرضت عليهم الفكره فرحبوا بيها، كان من ضمنهم بركه والناس اللي معايا برضه. قابلت بركه فين؟ هو بركه كلمني تمام، فكنت انا بدات، فقال لي ان هو عايز يصور معايا وكده، فهو في لبغه بتميزه والحس الفكاهي عنده يعني مرتفع، فجه معايا وربنا جعل فيه القبول. يا بركه، ايوه ارتاح. انت لما بتتكلم الكل بيبقى في حاله انبساط وسرور. الحمد لله، دي نعمه من عند ربنا. الحمد لله والله ارتاح. وانا حبيت علي. انا حبيته قوي والله. ايوه. وما كلمته في محتوى التمثيل، قال لي ماشي. علي قريبي. بس يا اخويا انت فنان. انا فنان. انت مولود كده بفن وحاجه لا يعني. انا من بدري يا استاذ احمد والله. انا حبيت التمثيل من انا صغير. وكنت خلاص امشي. كان نفسك تبقى زي مين؟ ممثلين. ايوه. زي عادل امام. عادل امام. ايوه الزعيم. الله. طيب نشوف بقى علي، هو مش مجرد ان هو بيأدي كمان محتوى، لا ده كمان يعني عنده مواويل وراجل متقن كمان للغه، فحابب الناس تستمتع معاك يا علي النهارده مواويل من مواويل الصعيد اللي هم بيتكلموا بطبعا احساس مرهف وكلمات قويه تهز الجبال. بس قبل ما ناخد الموال بتاعك نرحب بالضيف بتاعنا برضو الفنان الكبير العازف مصطفى ابراهيم. ازيك يا مصطفى؟ الله يخليك يا استاذ. عامل ايه يا درش؟ الحمد لله والله. انت مكسر الدنيا بالاورج بتاعك في الصعيد. الله يخليك يا فندم. النهارده معاك 2 يعني مش محتاج ان احنا نقول لك ايه، دلعهم على الهواء. طبعا علامه طبعا. طب ايه رايك تبدا معانا كده بالاورج بتاعك مع موال؟ تمام. لعلي بابا. تمام. يلا اتفضل يا درش. ماشي. الحر حر ولو مالت موازينه، وبيت الكرم هرم ولو فضيت مخازينه، وصاحب راجل وقت العازة يكفيك عن 1000 من الضلوع الخسيسة. يشتري الحر بالنفيس ولا يرمش لنا جفن على فدادين من الناس الرخيصة. صب كاس العز واشربوا لو مر، صب كاس العز واشربوا لو مر، ولا تشرب من كاس الذل قطرة، واحذر الصاحب اللي يضر. ومعرفة الرجال يا خال كنز، امشي لهم بلاد ولا تعدش خطاوي، ده الخطاوي في سبيل الرجال عز. البيوت الأصيلة، البيوت الأصيلة دايما بيبانها مفتوحة ورجالها سدادة. وقت العوزة جبال في ظهرك يسدوا عين الشمس ولا يستخسروش فيك حاجة. يدوم العز يا بيوت العز، يا بلاد الوصل وبيوت الأصل. الناس الفل حبايب الكل ولا يقبلوش يوم ذل. عصاية العز تهوش بيها ما تكسرهاش. صعايدة خال والطبع طبع رجال. العين قوية والظهر مسنود والكتف شيال. الناس الجد، الناس الجد، السيف والحد وتقل جبال.
ايه الحلاوه دي يا علي؟ اللي ما صحبش صعيدي ايه الحلاوه دي يا علي؟ بيمين الله ما شاف رجال. ايه يا علي؟ ده انت حركت الجبال يا علي بكلامك ده يا علي. لا غالي ده انت مش علي بابا بقى، ده انت خط الصعيد بقى. ايوه كده. طبعا كلمات علي يا جماعه، كلمات بتحرك القلوب نحو القوه والشجاعه والادب والاحترام والتقدير. بس انا برضو حابب اخش في الاجواء مع المبدع اسماعيل ياسين الجديد. علي، ها يا بركه. والله يا استاذ احمد انا عندي محتوى حلو. ايوه يعني انت عارفني المحتوى بتاعي كوميديا انا تابعتك، انت بتأدي حاجات يعني مفيده جدا للمجتمع. الحمد لله. وعلي بكر البركه في علي. علي بكر يا استاذ احمد ما يجيبني ايه المشهد بتاعه وما يديني المشهد بتاعنا صح. ايوه فاهم. ما يديني المشهد كوميديا. وهو اللي ما يكتب، هو المخرج، هو اللي بيعمل كل حاجه باقل الامكانيات يعني هو اللاش الحيه بتاعتنا. هو الراس الحيه بتاعتنا. هو الراس المفكر يعني بتاعتكم. علي يا جماعه بركه، هو بركه في كلامه، في تصرفاته، في افعاله. حابب اقول لك على حاجه يا محمد يا علي. انا شايف ان ادائك على اليوتيوبر وتمثيلك بتفوق بعض الفنانين اللي احنا بنشوفهم بيمثلوا الصعيد. احساسك ايه وانت بتأدي الدور بتاعك باتقان، ودورك ايه؟ والله انا راجل صعيدي ما بمثلش. لما بيكون مثلا دور صعيدي او حاجه ما بمثلش، بقول اللي المفروض انا عايشه. انا راجل صعيدي بعمل اللي انا بعمله في اليوم العادي، فبالتالي انت بتشوف اللي انا بعمله او الاداء بتاعي متقن. انت كل يوم بتخش لنا بفيديو بيكسر الدنيا، بيتخطى 2 و3 مليون، بتناقش قضايا مجتمعيه وليك تاثير وليك حضور، بسم الله ما شاء الله. والله ده من فضل القبول ده وحب الناس، دي نعمه الانسان ملوش دخل فيها. طبعا كل التيم ورك اللي معاك يعني ادائهم جميل جدا ورائع جدا، وبالذات انا مش عايز اقول علي الكسار الجديد بقى بتاعنا. لا ده علي بركه وبركه عاملين يا جماعه حاله بسم الله ما شاء الله. حابب بس قبل ما اختم كده يا علي عايزك تقول لي التمثيل بالنسبه لك هوايه ولا فن ولا دراسه؟ لا هو انا ما درستش، مش اكاديمي، بس بالنسبه لي هو حلم زي اي حد نفسه في يوم من الايام يشتغل سينما او دراما. حلم. طبعا السوشيال ميديا بقى لها تاثير كبير جدا، فيمكن ربنا يكرم ونوصل للحلم ده من خلال السوشيال ميديا. انا يمكن طبعا الحوار ضيق، ولكن بوعدكم ان احنا يكون لنا لقاءات متعدده مع اصحاب المحتوى الرائع على مواقع التواصل الاجتماعي. عائله علي بابا الجديده بزيها الجديد، بطبعها الجديد، بسلوكها الجديد، بفنها الجديد، ببتاعها الجديد. وحابب اقول كمان للمنتجين يا جماعه والناس اللي هي مسؤوله عن الدراما في مصر، انتوا ليه سايبين دول؟ ليه بتسيبوا الناس الحبه والهاويه والفهمه والواعيه واللي تخطف قلبك من اول كلمه واول نظره؟ يعني لما شفت دلوقتي بركه انا بعتقد ان هو فنان صاعد، وان هو كمان هيكون ليه دور مهم في تغيير الثقافه والوعي في ظل العصر الجديد اللي احنا بنناشد بيه. لان انا بقول دايما الشباب هو اللي بيحرك العجله، الشباب هو اللي بيغير، الشباب هو اللي بيدي الانطباع ان احنا بننتقل من مرحله لمرحله في ظل القياده السياسيه الحكيمه اللي هي عملت ادوار رائعه جدا جدا جدا. ولكن ينقصنا فقط ان احنا ننتقل للعصر الجديد، ان احنا كمان نشوف المواطن يغير سلوكياته، يغير افعاله، يكون منتج، يكون مؤثر يا علي طبعا في المرحله القادمه. فانا بدعو كل المنتجين، بدعو كل اصحاب الدراما ان هم ينظروا لكم ويتابعوكم من خلال القناه التي تنتشر باجواءها واشعتها في كل مكان، قناه الشمس اللي هي دايما بتنور كل مكان وبتنور كل بيت، وهتخش لكل منتج، لكل صاحب دراما، لكل صاحب هدف، لكل صاحب وعي، لكل صاحب ثقافه في برنامج عصر جديد. طبعا الوقت بيعدي بسرعه يا علي، انا اسف يا مصطفى، ليك لقاء اخر معايا، احنا ما قدرناش نغطي كل اللي احنا عايزينه، ولكن الوقت بيحكمنا والاخراج مصدعنا. وانا بشكرهم جدا جدا كل اللي واقفين خلف الكواليس تعبوا معانا النهارده في اول حلقه. بشكر الاعداد بتاعنا اللي هو بذل مجهود واللي هو كان معانا ظهرا بظهر، وبشكر اللي مصدعني في التليفون وحبيب قلبي المخرج الرائع الفنان صاحب البصمه الحقيقيه في عصر جديد احمد مدني. بس بشكر ايضا صاحبه الفن والرقي والحس والوعي الذي يساعد على الانتشار والترقي والصعود الى القمه، الاستاذه سميره الدغيدي صاحبه قنوات الشمس اللي ليها بصمه ان شاء الله في عصر جديد. الى ان التقي بكم مره اخرى في برنامج عصر جديد يوم الاحد الساعه 5 مساء. اترككم في رعايه الله وامنه، وايد على ايد يلا بينا نبني مصر في عصر جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.